بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. حلقة جديدة من حلقات قناة الخير، وأبدأ معاكم إن شاء الله بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، إذا كنتم أول مرة تشاهدوا القناة أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ببدأ معاكم والحلقة بعنوان إزاي نعمل رافع مناعة قوي وفي نفس الوقت بيدينا تحويل ومعدل تحويل ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. خليكم معانا لآخر الحلقة، وإن شاء الله حلقة مش طويلة، أتمنى تكون حلقة طيبة وخفيفة ومعلومات تنفع الجميع بفضل الله. بصوا يا أحباب، النهاردة العمر ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، العمر دلوقتي 16 يوم 16 يوم من الدورة. طبعا يا أحباب احنا المفروض من أول ما جبناهم طبعا احنا بنوسع في المكان، يعني كل 4-5 أيام لازم توسعوا في المكان. ليه؟ لأن طبعا الزحمة بتعمل صردة كتير، وبتعمل مشاكل وتعمل تنفسي وتعمل أمراض مش كويسة. يعني في أول يوم من استقبال طبعا ممكن تستقبل في قلب البطارية زي ديت إن شاء الله رب العالمين، في قلب القفص ده تستقبل فيه حوالي 80 فرخ، يعني في العين ديت 40 وفي العين ديت 40، ده في أول يوم. وبعد كده طبعا بتفضل حوالي 4 أيام وتبدأ تخف في البطاريات ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبدأ تخف في عدد الفراخ اللي موجودة في قلب البطارية، لأن عامل التخفيف في البطارية عامل هو بيديك أوزان، إنك ما تسيبش المكان زحمة. كل ما تحس المكان ضاق عليهم لازم توسع عليهم شوية. كل 4-5 أيام تبدأ توسع في المكان. ليه؟ لأن المكان لما بيبقى فيه زحمة قوي بيحصل ممكن فيه نافق لا قدر الله، يعمل لك أمراض تنفسية، يعمل لك مشاكل. ولكن دايما حافظ على الحتة ديت على طول. في الآخر خالص في قلب المكان ده في الشتاء القفص ده بياخد له المساحة ديت، هي متر في 60 وهنا متر في 60، يعني هي 2 متر في 60. يعني المكان ده بياخد له مثلا في الشتاء من 8-9، كويس قوي انها ما تزودش. واخدين بال حضراتكم؟ لان طبعا العدد بيزيد في الشتاء لان الجو بيبقى ساقعه فبيدفوا بعض، فالمسائل بتبقى ماشيه طيبه بفضل الله. وان شاء الله رب العالمين عشان ما اطولش عليكم، عاوزكم دايما على طول خدوا بالكم من النظافه، اللي اهم من كل حاجه. قبل ما اتكلم في الخلطه الجميله اللي هتفرحكم وهتبسطكم وان شاء الله رب العالمين، النظافه يا احباب، عامل النظافه بكررها دايما في كل حلقاتي، النظافه ثم النظافه ثم النظافه يا احباب. والتدفئه والحفاظ على درجه حراره الجو، يعني بيبقى فيه تهويه ويبقى فيه تدفئه بفضل الله. واخدين بال حضراتكم؟ دايما على طول الادراج دايما نظيفه تحت منهم على طول. دايما على طول انا بحب انظف، وبعد ما انظف ارش جير في قلب الادراج. فالدرج دايما على طول بيبقى فيه نظافه تامه ومفيش اي فيروسات، وبالتالي كده الامور بتبقى طيبه ان شاء الله رب العالمين. الخلطه يا احباب، الخلطه الجميله اللي انا ماشي بيها، خيركم من تعلم العلم وعلمه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عمره والله يا احباب 10 ايام انا بعمل ايه؟ بجيب يا احباب، بجيب بصل وتوم، يعني بجيب مثلا حوالي بصلتين كبار، عليهم راسين توم كبار برضك، وحط عليهم 6 ليمونات، وبحط عليهم جنزبيل، وبحط عليهم خل. واخدين بال حضراتكم؟ واقوم جاي ضارب الكمية دي كلها يا احباب في قلب الخلاط، اضربها تمام التمام، يعني يا دوبك ما تبقى يعني ايه الفرافيت صغيره، بحيث ان الطفل الفراخ تاكله في الاخر. لان انا بعصره لما بطلعه، بقوم جاي عصره، بستعمل الميه وبحطها في الميه، بحط بالظبط 5 سنتي ميه من الخلطه اللي انا عملتها ديت على اللتر الميه، زائد بقوم عامل ايه يا احباب بقى؟
العلف اللي انا بستخدمه مثلا بحط انا مثلا بفضل الله حوالي يجي 3 كيلو في قلب العلافه ديت. ال 3 كيلو دولت باخد بقى ايه كميه مثلا قيمه حوالي يجي 3 معالق من الخلطه ديت، واقوم جاي ايه داعك بها ايه العلف ده. هحطه الاول في قلب مثلا صينيه كده ولا حله صغيره، وابدا ان انا افركه بايدي، اخلي العلف ياخد المكونات دي، وان شاء الله رب العالمين بقدمها لهم. زائد الميه بحط فيها لكل لتر بحط فيه 5 سنتي من الخلطه اللي انا عملتها دي حضراتكم. دي بنعملها ان شاء الله رب العالمين كل 3 ايام، من بعد 10 ايام تبدا كل 3 ايام تعمل الخلطه دي. رافع مناعه ممتاز، موسع شعب ممتاز، قاتل الميكروبات والجراثيم ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني حاجة عظمة والله يا أحباب. طبعا يا أحباب أرجو منكم إنكم تدعوا لي لوجه الله، يعني إن عجبتكم الخلطة دي إن شاء الله رب العالمين، وبفضل الله والله يا أحباب هتعجبكم، وهتشوفوا معدل تحويل ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يبارك لكم وينفعنا وإياكم يا رب بكل معلومة نقولها لكم. فهو ده يا احباب الخلطه الجميله اللي اتمنى والله تعمل. والله يا احباب والله هتدعوا لي، والله هتدعوا لي. اتمنى طبعا اذا كنتوا معايا لغايه دلوقتي طبعا يسعدني ويشرفني الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس الجميل، والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله واياكم طاعته، ورزقنا يا رب الوسعه والخير، وبارك لنا في كل ما ملكنا فيه الله، وجزاكم الله كل خير. واشكركم في آخر الحلقة لاتساع صدركم لهذا الكلام، وجزاكم الله كل خير. كان معكم من قناة الخير أبو عبد الهادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.